الإعلام الجزائري ينهار بعد مباراة نهضة بركان والزمالك بالخريطة، حقرون المصريين والمغاربة. الجزائر تريد استرجاع سيفان الأمير عبد القادر الجزائري. الإخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم كريم جي بي تي. كنتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. إن شاء الله في حلقة اليوم غادي نشوفوا واحد الموضوعين مهمين حاليا، غادي نتكلموا عليهم وغادي نعطيو الرأي ديالنا الإخوان كما جرت العادة. فجيب المشروب المفضل ديالك، قهوه ولا اتاي، واستمتع معايا في هذه الحلقه، وما تنساش لايك والاشتراك كذلك مشاركه الفيديو باش تعم الفائده. وبلا ما نطول عليكم في المقدمه، هيا بنا. الموضوع الاول اللي غادي نتكلموا عليه الاخوان هو ان الجزائر تريد استرجاع سيفان الامير عبد القادر. ماشي غير سيفين فقط، كاينين سيفين وكاين مدفع الامير عبد القادر. الجزائر الآن في هذا الوقت تطالب فرنسا باسترجاع السيفان من المتحف الفرنسي، لكن فرنسا أو المتحف الفرنسي كيقول أنهم يعني خداو هاد السيفين هذه، يعني الأمير هو اللي تنازل على السيفين ديالو، بالتالي غتكون شي وثيقة في المتحف. قبل ما نعطيكم الرأي ديال الإخوان نسمعوا الفيديو. بعد 140 عاما على وفاته عاد أسير الحرب الأمير عبد القادر، عاد لقلب النقاش بين فرنسا والجزائر. سيفان تاريخيان ما زالا عند الفرنسيين ويلعبان دورا محوريا في تصويب العلاقة بين الطرفين. وبشأن شرعية احتفاظ فرنسا بالسيفين، يؤكد متحف الجيش الفرنسي أنه حصل عليهما بطريقة قانونية، موضحا أن الأمير نفسه قد سلم سيفه عام 1847. استرجاع الجماجم أولى من السيفين. نعم الإخوان، استرجاع الجماجم أولى من السيفين، يعني عوض أن الجزائر أنها طالب بالسيفين ديال الأمير عبد القادر، فالأولى أنها تسترجع الجماجم ديال الشهداء الأبرار، الناس اللي ضحوا من أجل استقلال الجزائر، ضحوا بالدماء ديالهم بنفوسهم من أجل استقلال الجزائر. بالأحرى باش تكرمهم تكريما لهم أنك طالب فرنسا تقول لها ودي دوك الجماجم اللي كاينين في متحف الإنسان يعطيهم لينا وندفنوهم، نديروا لهم مقبره ديالهم وندفنوهم. هذا اولى من انك طالب فرنسا باسترجاع السيفين. من بعد يعني يمكن لك طالب بالسيفين، ولكن راه كاين اولويات، كاين الرئيسيه وكاين الثانويه وكاين الفرعيه وهكذا. هادشي كامل دابا اللي شفناه المطالبه بالسيفين هادشي كامل مجرد مسرحيه. ايه نعم سيدي، مجرد مسرحيه. علاش عبد الكريم؟ واخا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عنده واحد الزيارة إلى فرنسا في سبتمبر القادم أو بداية أكتوبر، عنده واحد الزيارة لفرنسا، فهو خاف على أنه يمشي لفرنسا ويقوم بالزيارة ديالو ويتلاقى مع الرئيس ويبوسو عاوتاني من الحنكة كما كنعرفوا، يعنقو كدا منا وتم جاي فرحان. الشمس انسطعت والجو جميل هذا اليوم، ياك؟ ملي تمي جاي ملي رجع إيمانويل ماكرون يعترف بمغربية الصحراء، خصوصا حنا عارفين دابا التقارب اللي كاين ما بين المغرب وفرنسا والمشاريع اللي كتقوم بها فرنسا في الصحراء المغربية. فهو هادشي مناش خايف وكيقلب على السبة باش انيولي ولا يلغي الزيارة ديالو إلى فرنسا. اشنا هي السبة اللي غادي ندير؟ اشنا هي أنه غادي يطالبهم بالسيفين، فهم ما غاديش يعطيو السيف. كيف ما سمعنا الإخوان، يؤكد متحف الجيش الفرنسي أنه حصل على السيفين بطريقة قانونية، وأن الأمير عبد القادر سلمهم السيفين عام 1847. إذا كاينه وثيقة تأكد على أن الأمير عبد القادر سلفهم السيفين وكاينين في المتحف ديال الجيش الفرنسي. إذا عبد المجيد تبون عارف أن متحف الجيش الفرنسي ما غاديش يسلموا السيفين، او فرنسا ما غاديش تسلفوا السيفين، بالتالي غادي تكون سبه باش انه يقول صافي انا هاد الزياره اللي غادي ندير لفرنسا كنت غادي نديرها ما غاديش نمشي. فهمتوا ولا لا؟ هذا ما كان الاخوان، وهذه السياسه. بالاحرى انهم يطالبوا بالجماجم كما قلت لكم الاخوان. ديك المره عطاو السه ديال الجماجم كراوهم ليه، وماشي حتى ديال الجزائريين. لا حول ولا قوه الا بالله. كوك السياده، ما سيادتش من سياده اصاحبي كدوي، لا من سياده اصاحبي.
وزير الخارجيه الروسي ديك المره قال لكم لا هيبه لا قرارات لا مواقف دوليه لا 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 والو، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا الاخوان الان غادي ندوزوا المحور الثاني في هذا الفيديو. الزمالك كان لابد عليه يفوز من اجل يعني كاف، من غير المعقول انها تجمد منافسه فيه ديسبونسور، فيه امور يعني تقنيه من غير المعقول. بالضبط المباراه كانت راح تتلعب، ولكن القضيه ما تحبسش. يلعب بقميص ممنوع دوليا ومن لوني ومن لا فيدراسيون انترناسيونال دو فوتبول ومن اخلاقيات المهنه، من اخلاقيات كره القدم ولا الرياضه. قميص ممنوع دوليا شنو فيها؟ بلد تريد أن تضع خريطة بلدها في قميصها. شفنا حنا الإخوان في كأس أفريقيا اللي فاتت، الكوت ديفوار ساحل العاج وضعت خريطة بلدها ولعبات كأس أفريقيا ولا أحد يتكلم. فين عندك المشكل؟ سيدي حنا غنمشيو لجوجل، عمي جوجل هو اللي غادي يحكم بيناتنا. حنا سيدي باش نسدوا هذا الموضوع هذا، باش نشرحوا لهاد الناس هادو، لان كاين بعض الناس بعض الاخوه الجزائريين كيتكلموا ما فاهمينش ما عارفينش، عندهم واحد الخلط واحد الاختلاف ما بين القانون ديال الفيفا والقانون ديال لاكاف. راه لاكاف بوحدها والفيفا بوحدها، باش تفهموا الاخوان. راه القوانين ديال الفيفا بوحدها والقوانين ديال لاكاف بوحدها. الفيفا هي اللي كتقول لك ما ديرش توني، ما ديرش شي رمز في القميص ديالك، مع العلم انك الا مجينا دوينا على الخريطه راه الفيفا غادي تدخل الموقع الرسمي غتلقاها مجبده الخريطه ديال المغرب قداش هنايا عادي من طنجه للكويره. حنا غنمشيو سيدي لكوت ديفوار. كوت ديفوار هي اللي نظمت كاس افريقيا هذا اللي فات 2024 ياك. كوت ديفوار في الخريطه ديالها بحال موكا، ها هي الكوت ديفوار، هي هذه الخريطه ديالها، ها هي ابيجان، هي العاصمه ديالها، ها هي كوت ديفوار هي هذه ياك. غنمشيو سيدي الان غنديروا قميص الكوت ديفوار، ها هو قميص منتخب الكوت ديفوار 2024. راه كاين جوجل، انا الا كذبت عليك انا جوجل راه ما غاديش يكذب عليك. هذوك الناس اللي كيبقاو يقولوا فوتوشوب ما فوتوشوب. غنكليكيو سيدي على القميص، لا حول ولا قوه الا بالله. غنديروا زوم، غنزوميو انت واش هذه خريطه ولا ماشي خريطه؟ هذه خريطه ديال الكوت ديفوار ولا لا؟ خريطه ديال بلادها وسوقك، والناس بغاو يديروا خريطه ديالهم. المغرب بغا يدير الخريطه ديالو، انت لو بعد غدا بغيتي دير الخريطه ديال الجزائر والسوق المغرب غيقول لك قصت لي السياده ديالي. لا حول ولا قوه الا بالله. ونمشيو معكم بعيد في الاطروحه ديالكم السيدي ياك، نمشيو معكم بعيد. المغرب السيدي هارف على ديك الصحراء، هارفين عليها ياك. المغرب دوله مستعمره ياك، دار الخريطه كامله. فاش قاس السياده ديال الجزائر؟ فاش قاسها؟ يلا قاس لكم الحدود ديالكم؟ ما قاسهاش. وانتم هذوك الناس انتم اللي حطيتوهم عندكم، انتم اللي كتكبروا في داك الدري مسكين. كبروه الله يسهل عليكم، خليهم عندكم واحد 50 عام اخرى عاوتاني. صبرتوا 50 عام زيدوكم 50 عام اخرى خليهم تما. نزيدو نكملوا هذا الفيديو. راه البكاو الشكا، راه ما فاهمين حتى شي زفته. البكاو الشكا والشكا. كريرة تعال جنبه. وكاين واحد الخلط راه ديجا تكلمت ليه في الفيديو السابق. الناس عندها الخلط، قال لك نتحدى فاش كيلعب هذاك المنتخب النسوي، نتحدى المنتخب النسوي ولا المنتخب يلعبوا بالخريطه بحال التوني ديال المنتخب كانت فيه الخريطه. لا حول ولا قوه. كيبغيو يستحمروا الشعب ديالهم. وسير قطر، كاس العالم ديال قطر المنتخب كان ديال الخريطه التوني ما بداش. حنا الحمد لله والشكر لله على عندنا الناس عارفين شنو كيديروا، كاع ما كيحطونا في مواقف بايخه. مغربي قضيه كبيره. نفتح قوس مثلا، تخيل ان الوداد البيضاوي وليس كوكب الله كما خلى هذاك الناس. سيسو دار قميص هذه الايام، القميص فيه خريطه وهميه. هاي الوداد عاوتاني تعيدات الخريطه. احنا كنا متخوفين من الكونفدراليه الافريقيه لاننا نعرف انه هناك اناس. دابا الوداد هادو راه حمير. دابا الوداد ملي دارت هذا القميص هذا راه اوتوماتيكمون وافقات عليه لاكاف. قالت لي ماشي مهم، راه كيصيفطوا واحد النسخه كيصاحبوا. دابا هما ديك المره صاوبوا التونيات ديال نهضه بركان، صاوبوا مع الخياط مع كيفاش دوك التونيات تاع 260 كيصاحبوا الفرق ديال الكره كلهم كيديروا الطريقه هذه. الناس راه عندنا شركات وساني كونطرادات وعارفوا شنو كيديروا، تصاحبوا كلشي فحالكم. ما يكونوناش الاحترام
متواجدين في الكونفدراليه الافريقيه ويحاولوا يطيحوا بالمنتخبات الجزائريه بالانديه الجزائريه وحتى المنتخب الجزائري. اليوم انت كطاس على ماش بنيت القضيه باش توصل فيها نهائيا؟ لانه هناك تساؤلات. كاينين ناس اللي راهم في المحكمه الرياضيه يعرفون ويجدون القانون الرياضي. اذا كنت اليوم انت المحكمه الرياضيه اختصاص في القضايا الرياضيه، وحنا ما نتكلموش على الخريطه، لانه الخريطه حنايا كل الجزائريين حنا ما تعرفوش بهذه الخريطه. حنايا السياده الوطنيه فوق كل شيء. والله العظيم غادي يفقسوني. شنو هي السياده صاحبي؟ بغيت نعرف واش كاينه تما في ديك الخريطه. هاد الخريطه هادي اللي مدايرين من طنجه للكويره شي بلاصه ديال الجزائر كانت ديال الجزائر هرف على المغرب. يلا وريوني. بغيت نعرف. كيقول لك السياده، تاش من السياده؟ ترى سخن عليهم الطرح، اطلع معهم القالب من الاخر. عرفوا ما كاين لا جمهوريه ديمقراطيه صمد على الثانيه لا والو. صافي ابراهيم غالي كياخذ 30 مليون في الشهر، هذوك القويات ديال الجيش كياخذوا كل واحد كياخذ 5 مليون 6 مليون في الشهر. عندهم عقارات في اسبانيا وفي فرنسا وعندهم مشاريع ديالهم فلوس داخله. قياديين ديال البوليزاريو عرفتي المغاربه والله دايرين بروجي صحيح، مدبرين على راسو. ابراهيم غالي مدبر على راسو الله يسهل عليه. دار بروجي مريح. اش غندير مشى دار بروجي عندهم تما فلوس داخله والو. حتى حاجه ما كاينه والو. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هاد الناس هادو بغينا نطيحوا بالمنتخب الجزائري. اسمع، من دابا بداو كيوجدوا اللبكه ديالهم. من دابا المنتخب الجزائري يخسر لقجع والو. حتى حاجه ما كاينه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هاد الناس هادو. واحد المعلومه الاخوان، خرج الرئيس تاع الفاف اتحاد الجزائر لكره القدم قال لي مرات طاس غادي يجاوبنا من هنا 6 شهور. شوف السرحه اللي غيسرحوا ليا الشعب الجزائري، شوف السرحه اللي غيسرحوا. اما هو الطاس نورمالمون راه ما كيفوتش شهرين 3 شهور ماكسيموم 3 شهور كيفصل في القضايا. اي قضيه 3 شهور ما كيفوتش فيها. وما سرحوهم فحال هذيك القضيه تاع الماتش غتعاود. راه كاين دابا اللي باقي متيق، كاين اللي باقي متيق ان الماتش غيتعاود ديال الكاميرون والجزائر. يلا شو دابا هاد الناس هادو كيديرين؟ نقول لهم 6 شهور. علاش 6 شهور؟ باش يفوتوهم الانتخابات، حيت دابا الانتخابات الرئاسيه على الابواب. فهمتي ولا لا؟ فهمتي القالب كيدير؟ انا دابا مع المغاربه اللي غاديين يفهموا في السما يفوتوهم على الانتخابات. تبوني يجدد العهده الثانيه. هذيك الساعه يقول لي شنو فين هو داك الشيء مشى الله يعاون. ها هو داز من هنا، سير منا، شد الصف مع خوتك. راه هذاك الشيء اللي قال لهم. تشد الصف، ما تشد الصف نضربك بحجره. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم والله العظيم. اذا الاخوان حتى اللي كيكون الفيديو ديالنا سهله، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا في هذا الفيديو هذا. فضلا منكم الاخوان وليس امرا انكم تدعمونا بلي لايك والبارطاج والتعليقات ديالكم الاخوان. ومرحبا بكم معنا في التيك توك وفي الانستغرام. شكرا لكم على حسن اصغائكم ولا وقتكم الثمين. السلام عليكم.